هاد الفينال ديال كأس إفريقيا للأمم اللي تنظماتش في المغرب ما كانتش غير ماتش ديال كرة القدم، كانت نقطة قاطعة، واحد اللحظة اللي فيها كلشي اللي تراكم من بداية البطولة وصل لمرحلة انفجار. التوترات، الشكوك، الاتهامات، المسكوت عليه، الأحقاد اللي وقع قبل الماتش ووسط الماتش وبالخصوص من بعد الماتش ما يمكنش يتفهم الا الا حبسناه غير في اطار الرياضه. راحنا قدام حاجه اعمق بزاف واكثر كاشفه. هاد الفيديو هو التكمله المباشره للفيديو اللي قبل، واذا كان الاول فتح عيون بزاف ديال المغاربه في هاد الفينال كملات وحيدات اخر الاوهام اللي كانت باقيه. حيت من هنا فصاعدا ما بقاش الموضوع ديال اخطاء معزوله ولا ديال انزلاقات بسيطه، حنا كنهضروا على مناخ، على ذهنيه وعلى علاقة مريضة وعميقة مع المغرب. الهدف هنا ماشي هو الشكاية ولا لعب دور الضحية، الهدف هو نفهموا شنو اللي دار فعلا في هاد الكان وشنو كتعنيه هاد التفاعلات بالنسبة للقارة، ولكن حتى شنو كتكشف علينا حنا. حيت بعض المرات ماشي العداء الخارجي هو الأخطر ولكن العمل الداخلي. قبل حتى ما تبدا هاد الفينال الماتش كان ديجا ملوج. الايام اللي سبقوا ضربة البداية تميزات بسلسلة ديال الاشارات الواضحة بزاف. صحفيين سنغاليين بداو كيلمحوا ان التحكيم ممكن يكون منحاز، هضره بنص كلمه على فينال متحكم فيها، وبالخصوص السيل ديال البلاغات ديال الجامعه السنغاليه. كنسمعوا الشكاوي على الفندق، الشكاوي على ملعب التدريب، الشكاوي على التنظيم، تفاصيل اللي في اي منافسه دوليه اخرى كتحل داخليا وبلا ضجيج. ولكن هنا كل شيء دار علنا، كل شيء دار اعلاميا، وكل شيء ضخم. الهدف ما كانش هو تحسين شي حاجه، الهدف كان هو الضغط على المنظمين، الضغط على الحكام، الضغط على الرأي العام. وهذا الشيء ماشي بريء في واحد السياق اللي فيه من بداية الكان جزء كبير من القارة وهو كيصرخ بالفساد كل ما شي نتيجة ما عجباتوش. هاد النوع ديال التواصل خطير بزاف، كيتخلق واحد المناخ اللي فيه مهما وقع في الميدان الماتش ديجا مشكوك فيه. الا ربح السنغال راه امر عادي، الا ربح المغرب راه بالضروره شي تلاعب. هاد الميكانيزم معروف، كيسمح بالتبرئه المسبقه، كيحضر العقول وكيشرعن من قبل الطعن في النتيجه، وبالخصوص كيدخل في جو عام ولا مريض بزاف حول هاد الكان. منافسه اللي عوض ما تكون مناسبه للاحتفال تحولات عند شي اطراف لمحاكمه دائمه للبلد المنظم. من هنا الارضيه كانت ملغزمه وما بقى غير شراره باش كل شيء يطيح. هاد الفينال اللي وقع فيها ما كانش غير تجمع ديال حوادث معزوله، ولكن تسلسل واضح كيبين واحد العلاقه المختله بزاف بين المغرب وجزء من القاره. من اللحظه ديال عزف الاناشيد الوطنيه شفنا مشهد اللي تقدم عند بزاف على انه احترام، ولكن في الحقيقه كيعكس حاجه اخرى. الجمهور المغربي صفق النشيد السنغالي ماشي غير من باب الادب، ولكن كرد فعل مترسخ ديال البحث على القبول، بحال الا خصنا ديما نبرروا حسن النيه ديالنا ونبينوا اننا ناس مزيانين منفتحين ونستاهلوا نتحبوا. هاد السلوك ماشي محايد. في العلاقات الانسانيه وبالاحرى بين الشعوب الخضوع غير الواعي عمره ما كيجيب الاحترام، كيجيب غير الاحتقار. والرد جا مباشره وبطريقه شبه آلية. مشجعين سنغاليين دخلوا الارضيه الملعب، منظمين مغاربه تعرضوا لاعتداءات عنيفه، بعضهم صاب بجروح خطيره، وقدام هاد الشيء كانت ادانات قليله وغضب ضعيف، بحال الا هاد العنف ولا مقبول ملي كيكون موجه ضد المغرب. ولكن اللحظه الاكثر كاشفه جات من بعد. ضربه جزاء تصفرات المغرب، بينالتي واضح ما كاين حتى شي واحد جدي يقدر يشكك فيه بنيه حسنه، ومع ذلك لاعبين واطار تقني ديال السنغال خرجوا من الملعب ورفضوا يرجعوا اللعب لعده دقائق طويله، ووقفوا الفينال. فتصرف ما عنده حتى علاقه بالرياضه، ولكن عنده علاقه كامله باستراتيجيه الضغط. هاد الشيء عمره ما تشاف في هاد المستوى، فينال في منافسه رسميه. ولكن هاد السلوك ما كانش عبثي، كان مبني على يقين انه قدام المغرب بالبكاء بالعرقله وبصناعه الفوضى يمكن في الاخير يربحوا شي حاجه. وهذا اليقين ما جا من والو. القانون واضح، رفض اللعب كيعني الفوز بالانسحاب، ولكن عوض ما يتم فرض التطبيق الصارم للقانون وعوض ما يتم الدفاع على حق واضح، اللاعبين المغاربه قضاو الوقت كيهديو، كيطمنوا، كيتفاوضوا وكيترجاو تقريبا اللاعبين السنغاليين يرجعوا لارضيه الملعب، بحال الا المغرب باقي خاصو يعتذر على شي حاجه. مره اخرى التهدئه، مره اخرى التراجع الرمزي، مره اخرى نفس الرساله كتبعت. مهما وقع المغرب هو اللي غادي يدير المجهود حتى ملي يكون في حقه. وطالما هاد الرساله كتستمر هاد النوع ديال السلوك غادي يتعاود، حيت منطقيا اللي كيستافدوا منه غادي يمشيو ديما بعيد اكثر طالما ما كاين حتى حد واضح
من هذه اللحظة كل ما جا من بعد تبع واحد المنطق معروف ومهيأ، منطق التموقع الدائم في الضحية وصناعة الروايات أول ما الواقع ما كيوافقش التوقعات. كل حدث، كل حادثة، كل معلومة تحولات مباشرة لأداة باش تغذى رواية وحدة. المغرب مذنب، المغرب عنصري، المغرب متلاعب. ما كيهمش الوقائع، ما كتهمش التسلسل الزمني، ما كتهمش الأدلة. الاتهام كيجي ديما قبل التحقيق، وكثيرا ما كيعوضوا بالكامل. شفنا هذا الشيء بوضوح مع الاعتداء على زوج إيفواري في المغرب. قبل أي تحقق جدي وقبل أي تواصل رسمي القصة كانت واجدة. مغاربة عنصريين اعتدوا على أفارقة من جنوب الصحراء. الشبكات الاجتماعية شاعلة، الإعلام الإفريقي رواج، التعليقات الحاقدة تكاثرت، والمغرب تقدم مرة أخرى كبلد عدائي وعنيف وعنصري بعمق. ومن بعد بان الواقع، المعتدين كانوا هما نفسهم من جنوب الصحراء، ولكن في ذاك الوقت كان فات الأوان. التكذيب ما كانش عنده نفس الصدى، الصحيح ما دارش نفس الدورة، وبالخصوص ما كان حتى اعتذار. هكذا كيخدم هذا الميكانيزم، الاتهام فوري، عاطفي، فيروسي. الحقيقة ملي كتجي كتكون باردة، متأخرة وبلا أثر. والأكثر لفتا للنظر هو أنه في هذا الاتجاه ما كاين حتى نقاش حول العنصرية. ملي السب كيستهدف المغرب ولا شمال إفريقيا، ملي الكراهية كتسيل بحرية في مواقع التواصل، وملي الخطاب كيكون لا إنساني، هادشي كيتطبع، كيتسامح معاه وكيولي عادي. حنا قدام عنصرية باتجاه واحد، ما باغي حتى شي واحد يسميها باسمها، حيث ما كتوافقش السردية السائدة. عنصرية ما كتصدمش، حيث كتمس المذنبين المناسبين. وهذا كانت مكبر صوت مثالي لهذه الظاهرة. وهنا كنوصلوا للنقطة الأكثر إزعاجا في هذه القصة كاملة، حيث ما بقاتش كتهم الآخرين ولكن كتهمنا حنا مباشرة. هاد الكانورات بطريقة قاصحة تقريبا واحد الحالة النفسية العميقة عند جزء من المغاربة، الميل للخضوع لمحو الذات والبحث الدائم على المصادقة الخارجية، بحال إلا القيمة ديالنا ما كتوجدش إلا من خلال نظرة الآخر. شفنا هاد الشيء في كل مكان، مغاربة كيتنافسوا باش يبينوا شحال هما منفتحين، لطفاء، مختلفين. طاكسي كيتفاخر أنه كيهرب مجانا، كل مشجع سينيغالي كيصادف بحال إلا هاد الشيء ولا فعل بطولي. آلاف المغاربة كيدعموا بشكل تلقائي الفرق الأجنبية، وأحيانا بحماس أكبر من اللي كيعطيوه لبلادهم. منشورات في مواقع التواصل فيها شبه اعتذار على الوجود، وفيها محاولات تطمين وتملق وإثبات أننا ماشي بحال الكليشيهات. إلا كان هذا الرد الفعلي ديال الخضوع والبحث على الاعتراف منتشر لهذه الدرجة، راه ما جا صدفة، تصنع وتربى وتطبع على سنوات عبر واحد الهندسة الاجتماعية حقيقية شارك فيها بعض الإعلام، بعض النخب الثقافية، وخطاب رسمي ولا غير قابل للنقاش. من زمان تفرض على المغاربة سردية وحدة إفريقيوية شبه صوفية وأخوة تلقائية مع شعوب أجنبية، مقدمة كحقيقة أخلاقية تقريبا كواجب. أي تشكيك في هذه السردية ما كيكونش نقاش، كيكون تصنيف فوري وإقصاء وشبهة نوايا خايبة. كيتعاود علينا بلا توقف أن الأفارقة خوتنا بحجج تاريخية مبسطة حتى اللعبات، بحال الفكرة اللي كتقول أن المغرب عنده أخوة طبيعية مع السنغال حيث النفوذ ديالو كان واصل قديما حتى نهر السنغال. هاد القراءة ما عندها حتى معنى، لا تاريخيا لا ثقافيا لا سياسيا. الحدود تبدلات في التاريخ كامل وما كيستعمل هاد المنطق حتى شي واحد إلا ملي كيتفرض على المغاربة. هاد الدعاية ما كتوقفش عند الخطاب، كتمر حتى عبر الرموز، اختيارات إعلامية مقصودة بحال الحضور المتكرر المقدمين من جنوب الصحراء في النشرات الإخبارية المغربية. وكيتم تقديم هاد الشيء كدليل على الانفتاح والحداثة، ولكن المعاملة بالمثل ما كاينه في حتى بلاصة أخرى. في حتى بلد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء ما كاين مغاربة في هاد الأدوار الرمزية وما كيطرح حتى سؤال. ولكن في المغرب أي ملاحظة على هذا الموضوع كتولي فورا مشبوهة. هاد الكيل بمكيالين هو جوهر المشكل. من كثرة ما بغينا نبرهنوا أننا مختلفين، أفضل، أكثر تسامحا، بعثنا رسالة كارثية. شعب مستعد يقبل كل شيء حتى الإهانة باش يحافظ على صورة أخلاقية مزيانة. وهاد الصورة قد تغذى من نخبة منقطعة على الواقع، كتفكر بالشعارات وبالوضعيات الإيديولوجية وكتخلط بين الانفتاح ومحو الذات. نخبة كتفرض هواجسها الهوياتية على شعب عمره ما طلب يعاد تأطيره. النتيجة شفناها في هذا الكان، شعب مبرمج يعتذر ديما، يبرر راسو قبل حتى ما يتهم، وكيقلب على حب ناس بنيويا ما غاديش يحترموه ابدا. هاد الهندسه الاجتماعيه عطات بالضبط النتيجه المعاكسه اللي كانت معلنه.
ما خلقاتش اخوه، خلقات علاقه هيمنه رمزيه. وطالما هاد السرديه ما كتفككش، وطالما الكرامه كتخلط بالخضوع، هاد السيناريوهات غادي تتعاود مره ومرتين، حيث الطرف الاخر كيقرا هاد الاشارات مزيان. الشعب المغربي نفسه كيتحمل جزء كبير من المسؤوليه، كيقلب لا شعوريا على قيمته من خلال نظره الاخر. غير شوف الحماس الجماعي ملي شي اجنبي يهضر مزيان على المغرب، غير يطلع اوروبي ولا افريقي يدير فيديو ويقول فيه المغاربه ناس زوينين، كنفرشوا ليه الزرابي وكنصنعوا ليه مسار كامل في السوشيال ميديا. وفي المقابل شنو كيربح المغرب؟ الشك، الكراهيه، الاحتقار، دائره مفرغه. كلما خضعنا اكثر كلما تزاد الاحتقار، وكلما تزاد الاحتقار كلما حاولنا نضرو ونثبتوا اننا نستاهلوا نتحبوا وكنغرقوا اكثر. هاد الكان كان عندها على الاقل فضل واحد، فرضات على بزاف ديال المغاربه يشوفوا هاد القلق بلا تجميل، وهذاك النظر رغم القسوه ديالو كان ضروري. ولكن هذا القلق ما كيوقفش غير عند المجتمع ولا السلوكات الفرديه، راه حتى مؤسساتي. وهنا فين المشكل كيولي اخطر. لسنوات الدوله المغربيه المؤسسات ديالها وجزء من الاداره خدامين بازدواجيه واضحه، مفروضه بخوف دائم، الخوف من تهمه العنصريه. هذا الخوف ولا مبدا للتصرف وخط احمر غير مرئي كيوجه القرارات وردود الفعل واحيانا حتى تطبيق القانون. ملي كيتعلق الامر بافارقه جنوب الصحراء كيدار الحذر الزائد، تماطل، تهوين، تفادي اي تدخل صارم. التواصل كيكون ببطء واحيانا ببطء غير مفهوم، خوفا من صوره، من كلمه، من تصرف يمكن يتستغلوا ضد المغرب دوليا. ولكن ملي كيتعلق الامر بمغاربه هذا الحذر كيختفي فورا، الصرامه كتكون مباشره والتسامح كيغيب. وهذا التناقض كيشوفوه الجميع. المغاربه كيشوفوا انهم ما كيتعاملوش بنفس الطريقه في بلادهم، والاجانب كيفهموا بسرعه الحدود ديال اللي مسموح لهم يديروه بلا عواقب. هاد الازدواجيه كترسل رساله خطيره، كاين فئات ما كيتجرأش حد يوقفها عند حدها، وفئات اخرى يمكن معاقبتها بلا تردد. فاي مجتمع هاد النوع ديال الاشارات كيعطي نفس النتيجه، كيشجع التجاوزات، كيغذي الحقد، وكيهدد السلطه الاخلاقيه ديال الدوله. الاخطر من هاد الشيء كامل هو ان هاد السلوك كيتبرر باسم صوره البلاد، كيتقال خاصنا نحضروا، نتفاداو البوليميك، نحافظوا على سمعه المغرب. ولكن في الواقع كيوقع العكس تماما. من كثرة ما كنحطوش حدود واضحة، ومن كثرة ما كنطبقوش القانون على الجميع، ومن كثرة ما كنحاولوا نبينوا ديما حسن النية، كنخرجوا بصورة دولة مترددة، قلقة وهشة. وطالما الخوف من الاتهام الخارجي غادي يبقى هو اللي كيوجه القرار الداخلي، البلاد غادي تبقى محبوسة في إطار كيجردها رمزيا من القوة، في الوقت اللي محتاجة فيه الوضوح، للصرامة والانسجام. خاص يتفهم مزيان أن اللي كيقع اليوم في المغرب ما عنده حتى طابع استثنائي. هاد السيناريو تشاف من قبل، وبالخصوص في بلدان كانوا كيظنوا راسهم مختلفين، أذكى وأكثر قدرة على تسيير هاد النوع ديال الديناميات. غير شوفوا أوروبا، سنوات طويلة نفس الخطاب، الانفتاح كقيمة مطلقة، جلد الذات، الخوف المرضي من تهمة العنصرية، والخلط الكامل بين الإنسانية ومحو الذات. والفكرة الساذجة أن اللطف والتسامح والكرم غادي يجيبوا تلقائيا الاعتراف والاحترام. النتيجة معروفة، كلما تراجعات الدول الأوروبية وكلما كثرت الاعتذارات والتنازلات الرمزية والقانونية والثقافية، كلما تزاد الطعن، الاحتقار والاستفزاز. الاتهامات ما نقصاتش، تزادات. العنف ما تراجعش، ترسخ. الامتنان ما جا حتى هو، تعوض بالمطالبة الدائمة. واليوم هاد المجتمعات بدات تفيق، احيانا بصدمه واحيانا متاخره بزاف، ملي فهمات ان هاد الدائره المفرغه ما عندها نهايه الا الا تحطات حدود واضحه. المغرب ماشي استثناء، راه غير كيدوز دابا بتاخير زمني نفس المسار اللي دازوا منه اخرين. الفرق الوحيد هو ان المغرب مازال عنده هامش يتحرك فيه ويقدر يصحح المسار قبل ما تكون الاضرار غير قابله للاصلاح. وهذا الشيء علاش هاد كانت لحظه مفصليه، حيت فضحات في زمن قصير اليات اللي في بلايص اخرى خداش 20 ولا 30 عام باش تبان نتائجها، ورات بلا فلتره. شنو كيوقع البلد كيقلب يكون محبوب كثر ما يكون محترم. وكشفت ان السذاجه ماشي فضيله، ولكن نقطه ضعف سهله للاستغلال اللي بعض الناس ما باغينش يعترفوا به. هو ان الواقع عمره ما كيتكيف مع النوايا. المجتمعات هي اللي كتخلص ثمن الاوهام ديالها.
وكل ما قبلنا نشوفوا هاد المرايه بلا دوران كل ما كانت الفاتوره اقل. خاص نكونوا واضحين في الاخير، ماشي المطلوب نطيحوا في الحقد ولا في العنصريه الغبيه. هادشي سهل ولكن خطا. الناس اللي كنهضروا عليهم في الاخير غير كيتصرفوا حسب الاشارات اللي كنبعثوا ليهم، كيجربوا كيراقبوا وكيردوا الفعل. الحقيقه البسيطه هي ان المسؤوليه علينا حنا. حتى واحد ما فرض علينا نخدعوا، حتى واحد ما اجبرنا نطلبوا المصادقه الخارجيه، وحتى واحد ما فرض علينا نمحو ذاتنا. ملي كنختاروا هذا السلوك كنحسدوا بالضبط اللي كنستاهلوا. هاد الكان خاصها تبقى محفوره في العقول، ماشي باش نغديو الحقد ولا الغضب العقيم، ولكن كتجربه مؤسسه، كتذكير قاصح بشنو كيوقع ملي كنخلطوا بين الانفتاح والسذاجه وبين الانسانيه والضعف. حيت قريبا نفس السيناريوهات غادي تعاود تكرر. الاعلام غادي يرجع يفرجينا افارقه جنوب الصحراء كيهضروا دارجه مزيان مندمجين مبتسمين، وغادي يحاولوا مره اخرى يصنعوا الانبهار الجماعي، بحال الا مجرد الهضره بلغتنا كافيه تثبت النجاح ولا التوافق. في ذاك اللحظه خاصنا نقاوموا هذا الرد العاطفي، نبقاو هادئين ونحبسوا التفكير بالقلب، ونبداو نفكروا ببوصله وحده: مصلحة المغرب. هاد المصلحة ماشي هي قطع العلاقات ولا التعاون مع إفريقيا. الدولة المغربية عندها الحق التعاون، تستثمر وتتحاور، ولكن على المستوى العاطفي الثقافي والعلاقاتي المصلحة واضحة: نخلقوا مسافة، ماشي بالحقد ماشي بالاحتقار، ولكن بالوضوح. ملي كنشوفوا الواقع بلا ايديولوجيا، وملي كنلاحظوا الوضع العام ديال بزاف ديال البلدان الافريقيه، دينامياتها الاجتماعيه، اخفاقاتها المتكرره وانماطها الثقافيه، خاصنا نفهموا حاجه وحده: ما كاين حتى مكسب لينا في استيراد هاد النماذج، هاد السلوكات، ولا في اعتبار راسنا ند ليها. هاد الكان رغم التناقض اللي فيها يمكن تكون احسن حاجه وقعات المغرب. كانت صدمه كهربائيه فاقت حتى اللي ما مهتميش بالسياسه وحتى الاكثر سذاجه. دابا السؤال بسيط: واش غادي نساو بحال كل مره، ولا غادي اخيرا نخرجوا بالنتائج ونتحملوا مسؤوليه اللي شفناه؟